مسألة الإخراج التلفزي لأنها أثارت العديد من التعليق الحقيقة والعديد من التساؤلات. ناخذ رأيك في هذا الموضوع. مشكلة هيك المشكلة، ومش مباراة الزمالك ونهضة بركان، لا أكتر من مباراة كان فيها يعني جدل جدا في التصوير. زي ما أنا بطلب إن الحكم يبقى حكم عادل أو حكم فير، بطلب برضو إن اللي يذيع أو يذيع اللقطات دي يبقى عنده نزاهه، عنده ضمير. لكن واضح زي ما محمد بيقول لازم الاول تطهر الاول الحكام وبعدين تشوف موضوع التصوير ده، لانه حاجه مهمه جدا. اعاده اللقطات دي بقى شيء مؤثر جدا في كره القدم الوقت مع التطور الهائل للنقل التلفزيوني. ما ينفعش بعد كل التطور ده هيكل وانا لحد الان بعاني ان في مخرج مش بيعد لقطه معينه. دي بتحصل كتير على فكره. فلازم الاتحاد الافريقي كفايه مشاكل وكفايه انتقادات، يعني لازم تبقى المباراة كاملة من كل حاجة. لازم الراجل المسؤول عن التصوير ده يبقى عنده راجل نزيه جدا، عنده ضمير، كل حاجة تعاد صح، كل لقطة محتاجة تعيدها بغض النظر انت بتنتمي لايه. ده شغلك ولازم تراعي ضميرك في موضوع الشغل ده، لان الحاجات دي هيك ما بتحصلش غير في افريقيا. ولكن ايضا من باب النزاهة الفكرية انا اقول كان على الاخراج ان يمتعنا كرأي عام من افريقي باللقطات حتى نحكم.